السلام عليكم. الله يسعد لي أوقاتكم. اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة ومميزة، كبسة بالدجاج. أول شي رح أحط السمنة بالطنجرة واستناها لتحمى لنزل عيدان القرفة. هلأ حنزل شوي كبش القرنفل بس لا تكتروه، حنزل الهيل صحيح وشوي فلفل أسود حب ورش صغيرة كمون صحيح وشوي لومي. هلا المهم كتير انه هاي التوابل الخشنه قلبها شوي قبل ما احط البصل لتطلع ريحتها، يعني لا تنزلوا البصل لتطلع ريحه التوابل. انا ضفت سمنه ورجعت ضفت البصل، بصلتين مفرومين ناعم. هلا حطيت رشه ملح وقلبت البصل شوي لدبلت. رح نزل الجزر المبروش. هلا كمان رح اقلبهم شوي لياخدوا من التتبيله، ونزل البندورة أنا فارمتها على الهاند بلندر، بتحبوا تفرموها فرم ناعم بالسكين كمان بيصير. كمان رح اقلبهم شوي ليتسبكوا. بس يتسبكوا حطيت معلقة صغيرة كركم لتعطي لون حلو للكبسة. حطيت رشة ملح ورشة فلفل، وأنا بحب الحد فحطيت رشة فليفلة مجففة حدة. اللي ما بيحب الحد يحط فليفلة مجففة حلوة اللي هي البابريكا. هلأ قلبتهم شوي، وبعد منها كنت نقعة أنا عندي 4 كاسات رز بسمتي، نقعتهم نص ساعة، بعدين غسلتهم منيح وصفيتهم مثل ما شايفين بالمصفاية وبعدين نزلتهم فوق الصوص اللي عنا. هلأ عم قلب الرز كرمال يتشرب من السمنة والصوص، وبعد منها حنزل بهارات الكبسة، معلقتين من بهارات الكبسة الجاهزة. هي فيها زنجبيل وفيها كاري وفيها كتير توابل. وحطيت معلقة أو نص معلقة من بودرة الماجي. وهلأ حطيت شوي كاري، رغم انه في بالتوابل الجاهزة البهارات الكبسة بيجي فيها كاري، بس انا بحب طعمة الكاري فضفت شوي زيادة. هلأ حقلبهم شوي